السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض واحده جميله جدا وبسيطه، بصراحه رقيقه جدا، نقدر نستغلها في مشاريع كتير، سواء اذا كنت عايز تستغليها زي ما انا عملتها كده على شكل مفرش، شكل بقى مربع، شكل مستطيل. هي الوحده بتاعتنا عباره عن مربع صغير كده، واحنا نقدر نقسمها بالشكل اللي احنا عايزينه، وتقدري برضو تنفذي بيها جاكيت، بلوزه، اي شكل انت عايزاه. هي رقيقه جدا وبسيطه وقمه في الرقه بصراحه. يلا بينا نبدأها مع بعض خطوة خطوة ونشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ أعرفكم عن نفسي، معكم سمر من قناة أفكار موري. أتمنى اشتراكك معايا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركة بقى مع الأصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم، ومستنية كمان كومنتاتكم تحت عشان هي اللي بتشجعني. يلا بينا. هنستخدم مع بعض خيط إليزا ديفا، ومقاس الإبرة معانا مقاس 2.5. هنبدأ أول حاجة نعمل الدايرة السحرية. بناخد لفة خيط كده، واقوم اخده لفه بالابره من الخيط بتاعنا، واطلع بره الدايره، واقوم مكونه غرزه سلسله، ونبدا نشيلها كده. بكده كونا الدايره السحريه اللي احنا هنشتغل عليها. هسحب الخيط بتاعي بحيث نصغر حجمها شويه. بعد كده هنبدا ندخل جوه الدايره. هاخد لفه خيط، اطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين دول كده مع بعض بحيث نكون غرزه حشو. تاني ندخل جوه الدايره، ناخد لفه خيط، نطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين مع بعض مره واحده. بكده كونت غرزتين حشو. 3 4 5 سادس غرزه حشو معانا. هكمل 16 غرزه جوه الدايره بتاعتنا، 16 غرزه حشو. هنبدا نسحب الفتله بتاعت البدايه دي كده بحيث نضيق الدايره بتاعتنا شويه ونضمها. هنبدا نيجي في اول غرزه حشو احنا كوناها، واسحب منها لفه خيط واقفل بغرزه منزلقه. بكده كونا الدور الاول معانا بالشكل ده. نبدا نطلع مع بعض 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 لفه خيط، وهنسيب الغرزه اللي عليها الدور. يعني انا كده دي الغرزه اللي عليها الدور هسيبها وادخل في اللي بعدها واكون فيها غرزه عمود. يبقى انا بسيب غرزه وادخل في اللي بعدها. معايا 3 لفات على الابره، هاخد لفه خيط اقفل 2، لفه خيط اقفل 2 كمان. بكده كونا غرزه العمود. بعد كده هناخد 3 سلاسل، 1 2 3 لفه خيط، وهنيجي هنا كده اسيب الغرزه اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها واكون برضو فوقيها غرزة عمود. بسحب 2 في 2، 3 سلاسل، 1 2 3 لفة خيط، ونسيب الغرزة اللي عليها الدور وهدخل في اللي بعدها واكون فيها غرزة عمود. بالشكل ده كده. يبقى انا همشي الدور ده كله بنفس النظام، 3 سلاسل وبسيب غرزة حشو من اللي تحت واكون في اللي بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، وهنقفل الدور بتاعنا سلسلة 2 3، وادخل في ثالث سلسلة من اللي انا كونتها واخد منها لفة خيط واسحب بغرزة منزلقة. بكده كونت معايا اول دور بالشكل ده عبارة عن 8 عمود. نبدأ نطلع على الدور اللي بعده. هنبدأ نطلع معايا اول حاجة الارتفاع بتاع العمود بتاعنا 3 سلاسل، 1 2 3، دي كده ارتفاع العمود بتاعي. بعد كده هنبدأ ناخد 5 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5. يبقى انا كده معايا 8 سلسلة بداية الدور بتاعنا. لفة خيط، وهنيجي على العمود ده اللي هو اللي عليه الدور ده معايا، وهكون فوقيه غرزة عمود. باخد لفة خيط واسحب 2 في 2. هنا كونت غرزة العمود. بعد كده هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 لفة خيط، ونيجي العمود اللي عليه الدور ده واكون فوقيه غرزة عمود. لفة خيط معايا 3 لفات على الابرة، هاخد لفة خيط اقفل 2 في 2. بعد كده هناخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 لفة خيط واكون فوق العمود اللي بعده، وهكذا هنمشي الدور ده. الفاصل ما بين كل عمود والتاني معايا فيها 5 سلسلة. كونت ال5 سلسلة معايا. هنقفل الدور بتاعنا
سلسلة 2 3 واخد لفة خيط واقفلها بغرزة منزلقة. بكده قفلنا الدور ده خلاص. نبدأ الدور اللي بعده. معايا 3 سلسلة ارتفاع العمود، 1 2 3 ده ارتفاع العمود. بعد كده هناخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. بكده معايا 10 سلسلة كلهم على بعض بارتفاع العمود بالسلاسل، لفة خيط، وهنيجي العمود اللي عليه الدور وابدأ اكون فوقيه برضو غرزة عمود. باخد لفة خيط من تحت واطلع. معايا ال3 لفات، هاخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل 2 كمان. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، لفة خيط واكون فوق العمود اللي عليه الدور غرزة عمود. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واكون غرزة عمود على العمود اللي عليه الدور. وهكذا هكمل الدور ده كله بنفس النظام. كل عمود هكون فوقيه عمود، وما بين كل عمود والتاني معايا في 7 سلسلة. تالت سلسلة برضو كده معايا، واخد منها لفة خيط واقفلها بغرزة منزلقة من اللي على الابرة. هنطلع 3 سلاسل الارتفاع، 1 2 3 دول بتوع الارتفاع بتوع العمود بتاعي. بعد كده هكون 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بكده انا معايا كل سلاسل على بعضها مرة واحدة 12 غرزة سلسلة، لفة خيط، وهنيجي العمود اللي عليه الدور وهكون فوقيه غرزة عمود، لفة خيط واطلع. مع ال3 لفات هاخد 2 في 2. هبدأ اطلع معايا 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، لفتين على الابرة، وابدأ اكون فوق راس العمود اللي احنا فيه ده في الفتلتين اللي احنا شايفينهم دول كده مع بعض. هنبدأ ناخد الفتلتين دول كده مع بعض بالشكل ده، واخد منهم لفة خيط، بحيث انا هكون فوق راس العمود ده عمود بلفتين. هاخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل 2، واسيب 2 متعلقين معايا على الابرة، لفتين على الابرة، وهنزل تاني في نفس المكان نفس الفتلتين دول بالظبط. هكون من عندهم عمود بلفتين، 2 في 2، واسيب الباقي متعلق معايا على الابرة. بكده بقى معايا 3 لفات على الابرة. هاخد تاني لفتين على الابرة وارجع تاني في نفس المكان واخد منها لفة خيط واعمل عمود بلفتين غير مكتمل برضو. اخد 2، بعد كده اخد 2، هيكون معايا فوق 4 لفات على الابرة. هاخد لفة خيط اقفلهم ال4 كلهم مع بعض مرة واحدة بالشكل ده. بعد كده هبدأ اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وانزل في نفس المكان اللي انا كونت فيه العمدان ده واخد منه لفة خيط واقفل الشغل بتاعي بغرزة منزلقة. بكده انا كونت اول فرع فوق العمود. بعد كده 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لفة خيط، وهنيجي على العمود اللي عليه الدور واكون اول حاجة عليه غرزة عمود، 2 في 2. بعد كده هناخد 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لفة خيط، وهنيجي على العمود اللي عليه الدور واكون برضو فوقيه غرزة عمود. باخد لفة الخيط واكون غرزة العمود 2 في 2. تمام. انا هنا كونت في الغرزة دي الفرع بتاعنا، بعدي اللي بعدها ما بكونش فيها حاجة، باجي في واحدة اللي بعدها بقى هكون هنا برضو غرزة الفرع اللي احنا كوناها هي هنا. يعني انا بكون غرزة الفرع دي في غرزة وغرزة لا، فانا هنا كده هبدأ اكونها تاني. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، لفتين على الابرة، وهنيجي كده هنا اتفقنا مع بعض الفتلتين دول بتوع راس العمود هبدأ اخد منهم لفة خيط. معايا 4 لفات على الابرة، هاخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل 2، واسيب اللفتين دول معايا على الابرة. بعد كده لفتين تاني على الابرة، وانزل تاني في نفس المكان بالظبط اللي هما الفتلتين اللي في راس العمود، واخد منهم لفة خيط. بقى معايا على الابرة 5 لفات، هاخد اقفل 2،
بقى معايا 4، هاخد لفة خيط اقفل 2 كمان، بقى معايا 3 لفات على الابرة. لفتين تاني على الابرة تالت مرة، واكون تالت عمود بلفتين بس غير مكتمل، بقفل منه 2 في 2، وبيبقى معايا ال4 لفات كلهم مع بعض مرة واحدة. هاخد لفة خيط واقفلهم مرة واحدة مع بعض عشان نقفل الفرع وننزل تاني في نفس المكان هنا تحت تاني. باخد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنزل تاني في نفس المكان ما كونت العمدان، هاخد لفة خيط واقفلها بغرزة منزلقة. بعد كده معايا 9 سلسلة، وهكذا لغاية لما نقفل الدور بتاعنا. وهنقفل الدور بتاعنا في 3 سلسلة، 1 2 3، واسحب بغرزة منزلقة من اللي على الابرة. ده كده شكلها معايا لغاية دلوقتي. هنبدأ نطلع بقى الدور الجديد معانا. هنطلع اول حاجة معانا ارتفاع العمود بتاعنا اللي هما ال3 سلسلة، 1 2 3. السلاسل بتاعتي المرة دي هتبقى 11 غرزة سلسلة، يعني انا هنا كده دول 3 معايا بتوع ارتفاع العمود، وهكون فوقيهم كمان 11، يعني 14 غرزة سلسلة كلهم على بعض. انا هنا عملت ال3 لسه لي ال11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بكده كونت 11 غرزة سلسلة. هاخد لفتين خيط على الابرة، وهنيجي هنا كده في الفرع بتاعنا، في راس الفرع بتاعي من فوق كده في غرزة كده معايا في النص، هدخل في وسط الفرع بتاعي من فوق كده واخد منه لفة خيط، وابدأ اكون عمود بلفتين غير مكتمل. يعني هاخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل 2، اتبقى معايا 2 هسيبهم على الابرة، لفتين تاني على الابرة